سنة 945 ميلادي كان مر على زواج الأمير إيجور أمير كيف من زوجته أولجا 4 سنين. أولجا كانت من دولة من دول الإسكندنافية، وده لأن اسم أولجا اسمه منتشر بين سكان المنطقة دي من النرويجيين والدنماركيين والسويديين. كان في علاقة حب قوية بين الزوجين، وكان عندهم ابن، والأمير إيجور كانت بتخضع ليه قبائل كتير في المنطقة، ومن ضمن القبائل كانت قبيلة اسمها الدرفليان، وكان إيجور بيفرض على كل القبائل إتاوة عشان يحميهم. وفي سنة من السنين طمع وجمع الإتاوات مرتين في سنة واحدة، فأهل القبيلة غضبوا جدا من اللي حصل، وخطفوا الأمير إيجور وربطوا كل ذراع من ذراعه في شجرة، وبعد كده ضموا الشجرتين على بعض وسابوا الشجر مرة واحدة، فده خلى الأمير إيجور جسمه يتشق نصين وأشلاؤه تترمي في كل مكان بطريقة بشعة ومرعبة. لما الأميرة أولجا وصلها خبر قتل زوجها اتصدمت صدمة كبيرة، وزاد حزنها وقهرها لما عرفت الطريقة اللي اتقتل بيها، وبقت أرملة حزينة على فراق زوجها وابنها اللي بقى يتيم الأب. بعد كده أولجا بقت أميرة كيف، وباعتبارها الوصي على ابنها اللي هو الوريث الشرعي للإمارة، واللي كان عمره 3 سنين وقتها. لما القادة والنبلاء في قبيلة الدرفليان عرفوا ان زوجة الامير أولجا هي اللي بقت تحكم، افتكروا ان من السهل انه يستغلوها وان دي فرصتهم عشان يسيطروا على المنطقة، وبعد تفكير شافوا ان افضل طريقة ان الاميرة أولجا تتجوز اميرهم اللي اسمه مال، وفعلا ارسلوا مبعوثين علشان يطلبوا ايديها للزواج. وفي الوقت اللي كانت أولجا في قمة غضبها بسبب قتل جوزها ووقاحتهم في انهم يطلبوا طلب زي ده وهم لسه قاتلين زوجها، هنا بدأت تخطط للانتقام، وكانت واحدة من أبشع خطط الانتقام في التاريخ. في البداية ما ظهرتش أي غضب من المبعوثين، وقالت لهم إنها هتفكر في طلبهم، وقالت لهم إنها لازم تحتفل بيهم في احتفالية كبيرة تليق بمكانتهم العالية بكرة، وإنهم لازم يفضلوا في القوارب بتاعتهم، وتاني يوم رجالها هيشيلوا المراكب ويدخلوا بيها المدينة. وفي نفس اليوم المبعوثين رجعوا لقواربهم، وأمرت الأميرة أولجا رجالها إنهم يحفروا عدد من الحفر الكبيرة والعميقة، وما كانش حد فاهم هي ليه طلبت الطلب الغريب ده، وفضلوا يحفروا طول الليل حفر ضخمة. وفي اليوم التاني رجع المبعوثين بقواربهم عشان يجوا رجال الأميرة أولجا ويشيلوهم على أكتافهم ويدخلوا بيهم المدينة، وده اللي حصل فعلا. وكان المبعوثين فرحانين جدا، والناس كانت بتحييهم وبتهتف بصوت عالي، والمبعوثين كانوا مبهورين من المشهد ومن الاحترام اللي قدمته ليهم الأميرة أولجا. لكن لما وصلوا لساحة القصر اترمت القوارب مع المبعوثين في الحفر الضخمة اللي جهزتها الأميرة، وسط صرخات مرعبة من المبعوثين وهم بيقعوا في الحفر العميقة. سألتهم الأميرة أولجا في شماتة واستهزاء، مبسوطين بالاستقبال العظيم ده، وكل المبعوثين كانوا بيطلبوا منها الرحمة في صرخات مفزعة. وطلبت أولجا من جنودها إنهم يدفنوهم أحياء، وأمرت الكل إن خبر موت المبعوثين يكون سر ومحدش يعرف عنه حاجة عشان ما توصلش الأخبار لقبيلة الدرفليان. كتبت أولجا رسالة للأمير مال أمير الدرفيان، وقالت له إنها مبدئيا موافقة على طلب الزواج، بس لازم يبعت بعثة تانية من أفضل الرجال من القادة والحكماء عشان يوصلوها له وتوافق على طلبه للجواز قدام كل الناس وبشكل رسمي. وقالت له إن البعثة اللي هو بعتها مش كافية لمقامها العالي، وفعلا الأمير مال أرسل بعثة من أحسن رجاله من الحكماء والقادة لمدينة الأميرة أولجا. ولما وصلوا قابلوهم رجال الأميرة وبلغوهم إن الأميرة بتدعوهم للراحة من عناء السفر، وبتقدم لهم دعوة لتجربة الحمام الكبير في القصر، وإن يستجموا ويستمتعوا بالمية الدافية بالحمام. وكانوا مبسوطين جدا من ترحيب الأميرة بيهم وبكرم الضيافة، ودخلوا الحمام وكان متجهز مخصوص علشانهم. لكن بعد ما دخلوا الحمام كل أبواب الحمام اتقفلت، ورجال أولجا أشعلوا النار في البعثة كلها وهم أحياء. وبكده أولجا قدرت تتخلص من البعثة التانية اللي كان فيها أفضل رجال الدلفليان من القادة والحكماء. وأخفت أولجا خبر البعثة التانية، وبدأت تخطط للخطوة الثالثة من خطتها الشيطانية، وجهزت جنازة ضخمة جدا لزوجها، وطلبت من الأمير مال أمير الدلفليان إنه يرسل 5000 جندي علشان يحضروا جنازة الأمير تكريما له. بمجرد ما الجنازة تنتهي هترجع هي والجنود المبعوثين للأمير مال وتقبل طلب الزواج منه بشكل رسمي. والأمير مال ما كانش شاكك في أي حاجة، وكان معتقد إن أولجا امرأة ضعيفة، وعشان كده وافق على طلبها.
وبعت لها 5000 جندي من جنوده. وبعد ما وصلوا الجنود حضروا الجنازة الضخمة، وأمرت أولجا جنودها إنهم يقدموا لجنود أمير الدلفليان كل أنواع المأكولات والمشروبات والخمور. وفضلوا الجنود تاكل وتشرب وتسكر لحد ما أغمى عليهم وما كانوش قادرين يتحركوا من مكانهم وناموا، وما كانوش يعرفوا ان دي اخر نومة ليهم، لان أولجا بعتت جنودها علشان يذبحوهم وهم نايمين. في الليلة دي اتبات 5000 جندي تماما ومن غير اي خسائر في صفوف جيش أولجا. وبعد موت قادة وحكماء ومعظم جنود الدلفيان اصبحت الفرصة مناسبة عشان تجهز أولجا وجيوشها وتحاصر الدلفليان. وفعلا راح جيش أولجا لمدينة الدلفيان، وكانوا في حالة رعب وفزع كبير لانهم عرفوا اللي حصل للقادة والجنود بتوعهم. لكن فجأة وبشكل غريب عرضت أولجا عليهم السلام، وطبعا وافقوا وقالوا ان عندهم استعداد ينفذوا اي شرط هي تطلبه، لكن قالوا ان وضعهم صعب جدا وبعد اللي حصل في شعبهم وانهم مش هيقدروا يدفعوا فلوس. وقالت لهم ما تقلقوش، طلباتي بسيطة جدا، كل اللي عايزاه ان كل بيت في المدينة يسلم لي 3 حمامات و3 عصافير وبس. وطبعا الدلفيان كانوا فرحانين جدا لان الطلب بسيط وانهم هيقدروا ينفذوه بسهولة. بعد ما تسلم جنود أولجا كل الحمام والعصافير من اهل الدلفليان، امرت الجنود انهم يربطوا قطعة من القماش في رجل كل طائر من الطيور، وكل قطعة قماش يكون فيها مادة من الصنفر، ودي مادة قابلة للاشتعال بشكل قوي جدا. وبعد ما الجنود اطلقوا الطيور وكل الطيور رجعت بيوتها اللي هي بيوت شعب الدلفليان، بدأت الحرائق تنتشر بين البيوت في وقت قصير، وبقت المدينة قطعة من جهنم، ومحدش قدر يسيطر على الحرائق اللي كانت في كل شبر من المدينة. وبدأت الناس تهرب، لكن كان جنود أولجا منتظرين على بوابات المدينة، كل اللي بيخرج كانوا بيذبحوه بسيوفهم. وتم إبادة شعب الدلفليان بالكامل، وبكده قدرت الأميرة أولجا إنها تنتقم لزوجها من شعب كامل.